اقعد انا. بس يعني هاي قناعه مدرب. بس على الرغم من انت قعدت احتياط اثرت على اللاعبين، زعلت ضجت. هو انا ليش قلت لك ما يصير يعني انت اللاعب اللي يلعب هم صديقك وهو لو مو زين ما يلعب. وما يجي المنتخب اصلا. وبالنسبه لي انا مثلا يونس عماد يعني كلهم لاعبين عمالقه يعني صار لهم فتره يلعبون بالمنتخب ومن احسن اللاعبين في المنتخب. فما يعني ما يصير انه انا اثر عليهم مثلا احكي ويا اللاعبين، احكي ويا المدرب اجي اقول له ليش ما يصير هذا الشيء. نعم. بالتالي انت مؤمن بانه هناك 11 لاعب في الملعب. باسم، نتكلم عن البطوله، الكل تكلم عن المنتخب العراقي، جنوب افريقيا سوف تفعل كذا وكذا بالمنتخب، هناك من توعد يعني من جانب جنوب افريقيا المنتخب بخساره كبيره للمنتخب العراقي. يعني عندما دخلت المباراه كيف قرأت المباراه انتم نفسيا؟ يعني اجواء جديده عليكم في هذه البطوله العالميه. شوف احنا ما كنا نعرف شنو فريق جنوب افريقيا بالبدايه، لكن من شاهدنا مقاطع الفيديو اللي كان يحلل عليها المدرب بدأنا ناخذ نظره يعني ولو نظره بسيطه يعني كانت. لكن احنا كنا يعني تفكيرنا مثل ما تعرف جنوب افريقيا منظم البطوله، ملعب جمهوره، يعني كل الاجواء هي صالح المنتخب جنوب افريقيا. نعم. لكن احنا كمنتخب عراقي كنا يعني محافظين على الهدف بصوره صحيحه، يعني بجهد الامكان يعني خلال الخطه التكتيكيه اللي عملها المدرب بنكون محافظين على الهدف وعدم تسجيل يعني بمرمانا الاهداف ومعتمدين على الهجمات المرتده. يعني هذا اول مباراه قال يعني نحافظ، يعني اول مباراه لازم تكون يعني على الاقل نحافظ بها لان هي المباراه هذه الاولى. نعم. يا اما تدفعنا يا اما بالتالي استطعنا ان نقف بالمباراه الاولى. اعذر المقاطعه باسم.